نوفر في مصروف البيت، وازاي تعملي لنفسك ميزانية وتمشي عليها، وازاي تعملي لنفسك نظام وتمشي عليه. كل ده بحاجات بسيطة جدا جدا جدا. انا عارفة ان ناس كتيرة قوي مش عارفة انها تحوش، مش عارفة تعمل ميزانية مع نفسها، ومش عارفة تعمل اي حاجة في البيت نفسها تعملها. فتعالي اقولك تعملي ايه علشان تحوشي وتقدري انك تجيبي كل حاجة في البيت ناقصاكي، واي حاجة انت عايزة تعمليها انت كمان تجيبيها لنفسك. وزي ما بيقولوا كده، اهو ايه، فلوسه متشالة. تعالي اقولك على افكار او حاجات لو عملتيها صدقيني هتفرق معاكي كتير جدا جدا جدا. بس اهم حاجه مننساش اللايك والشير وتشتركوا في القناه بتاعتي وتفعلوا زر الجرس. اول حاجه هنعملها هي ايه؟ انك لازم انك تحطي هدف لنفسك. مثلا انا عايزه اجيب الحاجه الفلانيه، فانا احاول احوش، احاول اشيل علشان هعمل الحاجه الفلانيه. انتي اكيد عايزه حاجه في البيت، عايزه حاجه لنفسك، عايزه تجيبي حاجه، فلازم تحطي الهدف ده قدامك. فصدقيني هتحوشي. فاول حاجه ان احنا نحط الهدف، الحاجه اللي احنا عايزينها، فعشان كده هتحوشي وهتمسكي على نفسك وهتشيلي وهتقدري تعملي كل ده. تاني حاجه ان احنا نخطط او نعمل خطه صغيره. ايه اللي هي الخطه دي؟ ان احنا نشوف الاساسيات بتاعتنا ايه، ان احنا نيجي كل شهر نشوف الاساسيات بتاعتنا ونشيل فلوسها. زي مثلا لو انت عايشه في شقه ايجار تشيلي ايجارها، الميه، النور، الغاز. لو انت عايشه في عماره تشيلي العماره، مصاريف العيال بتاعه المدرسه، بتاعه الدروس، مصاريف العيال. تجيبي الاكل والشرب، تشيلي اللي هي الميزانيه بتاعتك دي، الحاجات الاساسيه، وتشوفي فاضل معاكي كام. تمام؟ يعني انت مثلا تجيبي ورقه وقلم وتكتبي الاساسيات بتاعتك بالسعر بتاعها، وتشوفي في الاخر اتجمعوا كام وفاضل كام من المصروف. تمام تمام. اللي فاضل ده بقى حاولي انك تشيلي مثلا نصه في حصاله، والحصاله دي ما تجيش جنبها خالص. تمام. والنص التاني بقى شيليه لو احتاجتوا حاجه، نزلتوا خرجتوا العيال عايزين هدوم او اي حاجه، يكون الفلوس دي باقيه. ده لو فاضي يعني. طيب تالت حاجة بقى انك لازم تعملي جدول لنفسك وتمشي عليه. الجدول ده بتاع ايه؟ بتاع الاكل. لازم كل اسبوع مثلا تحطي مثلا يعني 500 جنيه مثلا 600 جنيه على حسب انت بتصرفي كام كل اسبوع. ولازم تمشي نفسك بجدول كل اسبوع انك تعملي كده، ان في الاسبوع ده انا هجيب حاجات بالكمية دي. طيب لو جبتي الحاجة وفاض فلوس، حلو جدا، هنشيلوها فين؟ في الحصالة. مرة مع مرة مع مرة، ومش هتيجي جنبهم، صدقيني هتحوشي وهتعرفي انك تجيبي اي حاجة نفسك فيها. فاول حاجة انك تحطي هدف لنفسك، تاني حاجة انك تعملي خطة لنفسك، تالت حاجة انك تعملي جدول لنفسك تمشي عليه. طيب الحاجة اللي وراها ايه؟ في افكار كتير جدا للاكل، وممكن تدبري منهم، وممكن تعملي بدل مثلا بتعملي اكل مثلا مش لازم كل يوم اكل غالي، ممكن نعمل مرة كده مرة كده مرة كده مرة كده عشان انت تعرفي توفري. تمام تمام. الحاجة اللي وراها انك تخشي جمعية. الجمعية اكتر حاجة هتخليكي انك تمسكي على نفسك وانك تحطي فلوسها في الجمعية. لو انت مثلا من النوع ان انت اي فلوس بتشيليها يعني بتروحي تصرفيها على طول، انت كده مش هتعملي اي حاجة. لكن الاحسن انك كنت تعملي جمعية تحطي فلوسك فيها وهي فلوس متشيلة، والافضل انك تاخدي على طول اخر دور. تمام؟ عشان تحسي بقيمة الفلوس يعني. تمام. والحاجة دي بقى شوفي هتشيليهم، هتجيبي حاجة ناقصة للبيت، هتجيبي حاجة لنفسك، جوزك عايزهم، العيال عايزاهم، الحاجات كتير قوي. وبصي المصاريف كتيرة. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. فلو عجبك الفيديو بتاعي او لو عايزة من الفيديوهات